بالمناسبة هو في الروايات ال الدينية اليهودية الخطر الوحيد اللي بيهددهم هو مصر. لأن هيظهر منها شخص بالنسبة لهم يعني هو ده اللي ممكن يدمر مشروعهم. أنا بقى ممكن أفرضها لك على الواقع أو أقارنها لك بالواقع. يعني في الاستعمار، في الحملات الصليبية والكلام ده كله، مين اللي ردهم؟ مصر. صلاح الدين كان عندنا. الحاجة التانية الاحتلال البريطاني والفرنسي لكل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مين اللي حمل لواء التحرير؟ جمال عبد الناصر ومصر، وقعد يدعم الإخوان المسلمين في كل انتشارهم في المنطقة، وخلاص وصلوا للحكم ويحكموا 100 سنة 200 سنة جايين. مين اللي أسقطهم؟ مصر. يبقى التاريخ بيقول دايما إن المشروع بيلف في الكرة الأرضية وبيجي لحد مصر. وبالمناسبة أنا مش بتكلم إن مصر عملاقة، هو في قوة يعني بحس إنها روحانية، يعني هي كنانة الله في أرضه. ده مش من فراغ، أكيد مش من فراغ. واقعيا بقى ممكن تقول إحنا عندنا أزمة اقتصادية، بس محدش ينكر إن إحنا عندنا أكبر جيش في منطقة الشرق الأوسط، عندنا أكبر كتلة شبابية أو قوة عددية شبابية قادرة على حمل السلاح في المنطقة ومهيئة، عندنا القومية طاغية، وإيماننا أو يعني مذهبنا الديني وسطي، يعني متفتح، وعنده لا مغالي ولا متطرف ولا عديم الدين، يعني لا احنا ملحدين ولا